مساء الخير عزيزي العلمانجي، اخبارك؟ اتمنى يا رب تكون بخير. انا كويس واتمنى يا رب انت كمان تكون كويس. دلوقتي بقى هنتكلم كده، قلت اخدها كده بدل ما نقف ونحكي على البورد. لسه نقف قدامنا على البورد كتير قوي، سواء بقى في الجزء التاني من الباب او سواء الباب التاني كله عامه. قلت اخدك كده مع بعض ونقعد ندردش كده ببساطه عن العلماء، واول درسين بيتكلم عن العلماء اللي موجودين عندنا في الايه في المنهج. خليني في البدايه اتكلم معاك عن اول عالم ظهر معايا وبدا ان هو يتكلم عن بنيه الذره. الذره دي اللي انت بتدرسها او اللي انت بتدرسها، سواء بتدرسها دلوقتي او سواء درستها في اعدادي، ما جاتش من يوم وليله. ما جوش من يوم وليله اكتشفوا ان في حاجه اسمها ذره وان في حاجه فيها مكونات كتير. لا، بدا ان هم على مراحل، بدا كل عالم يفرض نظريته، بدا يقول كلامه وبدا يقول شروطه. في منهم اللي ارتجل وقال على بدماغه كده وشويه تفاصيل وخلاص، وفي منهم اللي لا، اتكلم على اساس معين وعمل تجربه واتكلم على نظريات واسس معينه. فخليني كده من غير ما اطول عليك، قول طول، نحكي ونبدا مع اول عالم عندنا. اول عالم عندنا كان اسمه ديمقراطس. ديمقراطس ده كان فيلسوف اغريقي. كان فيلسوف ماله اغريقي. كان اول من قال لك ان الماده تتكون من وحدات ابسط فابسط فابسط، ثم وحدات لا يمكن تجزئتها بالطرق الكيميائيه المعروفه، واللي هي سميناها باسم بعد كده الذره. وهو اللي اطلق عليها اصلا لقب ومصطلح كلمه ذره، وكان في الاول بمعنى اتوم. وكلمه اتوم او جمله اتوم هي كلمه او مقطع مكون من كلمتين، لا اللي هي حرف الاي، وتوم بمعنى يتجزأ، فأصبحت معناها لا يتجزأ. وكان بيحاول يوصل فيها هدفه ان الماده بتوصل لوحدات ابسط فابسط فابسط، ثم لوحدات غير قابله للتجزئه، وحدات خلاص مش تقدر ان انت تبسطها لاكتر من كده، وسميناها باسم الذره. جه بعد كده عالم اسمه ارسطو. ارسطو قال لك مفيش حاجه اسمها اصلا ذره واتم والكلام من ده كله. فاول حاجه عملها انه رفض فكره فلاسفه الاغريق، اللي هو مين؟ عمك ديمقراطس. فارسطو ما كانش عاجبه الكلام اللي ديمقراطس قاله، وقال له مفيش حاجه اسمها كده ومفيش حاجه اسمها ذره واتم والكلام من ده كله. بص يا سيدي بقى، الذره من وجهه نظر ارسطو كانت بتتكون من 4 حاجات: نار وميه وتراب وهواء. قال لك بس كده؟ قال لك لا، ولكن بنسب معينه. بنسب معينه يعني لكل واحد من ال4 عناصر دول نسبه معينه، بناء عليها بتقدر ان انت تكون الماده بتاعتك. فاصبح ان هو بالنسبه له ان الماده تتكون من 4 عناصر، اللي هم الميه والتراب والهواء. اذا اختلفت النسبه ايه بينهم، اذا اختلفت النسبه ايه بينهم، ايه اللي هيحصل عندك؟ تقدر انك تتحول من ماده لاخرى. هل الموضوع واقف لحد كده؟ الموضوع ما وقفش لحد كده. مش بس الفلاسفه والعلماء والناس اللي كانت مهتمه بمجال الكيمياء هم اللي ركزوا مع كلام ارسطو، لا، ده كل الناس ركزت مع كلام ارسطو لاعتقادهم بامكانيه ان هم ممكن يحولوا التراب لذهب. تخيل ان انا بقول لك ان انت ممكن من شويه الرمل اللي مرميين في الشارع دول وما اكترهم، يعني انك تقدر تحوله لذهب. وطبعا احنا كلنا دلوقتي عارفين قيمه الذهب. سيبك من كل ده، الموقف بقى ده كله والعلماء وانسحالهم ان هم عايزين يحولوا التراب لذهب والمعادن الرخيصه اللي معادن نفيسه ومعادن غاليه وقيمه، كل ده سبب شلل في علم الكيمياء لاكتر من 1000 سنه، لحد لما جه العالم الثالث معانا بويل. بويل اول حاجه عملها انه رفض فكره فلسفه او فكره ارسطو بشكل اصح. رفض فكرته وقال لك ان ارسطو ده كلامه ده كله غلط. اقفل يا باشا الكلام ده، مفيش حاجه اسمها نار وميه وتراب وهواء. لا بالعكس، ايد فكره ديمقراطس. ولكن بدأ ان هو برضه يعمل حاجة تانية، وقال لك انا هتعرف او وضع اول تعريف للعنصر. وقال لك ان العنصر هو مادة نقية بسيطة لا يمكن تبسيطها لما هو ابسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة. عشان كده ويفتح بقى المجال لعلماء كتير تبدأ ترص على الكلام ده من بعده. عايزك تلاحظ ان كل عالم من الثلاثه اللي احنا قلناهم هو بيجي يا اما بينفي نظريه اللي قبله يا اما بيكمل عليها، لحد لما جينا للعالم الرابع معانا وهو دالتون. دالتون قال لك ان الذره فعلا لا تتجزأ وغير قابله للتجزئه، وان هي متناهيه الصغر. زي ما مين قال؟ زي ما ديمقراطس قال. زي ما ديمقراطس قال لك ان الذره غير قابله للتجزئه، هو كمان دالتون قال لك نفس الفكره، وقال لك ان هي غير قابله للتجزئه، وقال لك ان كتل ذرات العناصر او كتل ذرات العنصر الواحد متشابهه. يعني انا كعنصر مثلا، وليكن انا هيدروجين، فاللي جنبي برضه هيدروجين. لو انا مثلا اكسجين واللي جنبه اكسجين، فاحنا الاكسجين والاكسجين كتلته واحده، والهيدروجين كتلته واحده. ولكن تختلف من عنصر واخر. كتله الهيدروجين مش هتلاقيها زي كتله الاكسجين، لا، لان احنا عنصرين مختلفين. انما لو احنا الاثنين نفس العنصر هتلاقي كتلتنا واحده. وادخل فكره المركبات، ان المركبات تتكون من اتحاد العناصر المختلفه، ان بجيب عنصرين مختلفين جنب بعض بحطهم جنب بعض بيتكون لي حاجه اسمها. نيجي للعالم تومسون. العالم ايه؟ تومسون. العالم تومسون هو العالم رقم 5 معانا، وهو العالم اللي اتكلم وقال عن اشعه المهبط اللي احنا سميناها اشعه الكاثود او الالكترونات. الثلاث اسماء هم نفس الشيء لنفس الحاجه، سواء مهبط او كاثود او ايا كان. طيب، بناء على الكلام ده وبناء على التفاصيل دي كلها بدأنا ان احنا نتكلم عن حاجات بقى، وهي تومسون اصلا اكتشفها ازاي؟ ازاي؟ ايه الحاجات اللي ادت ان تومسون يكتشف الموضوع ده؟
فقال لك اول حاجه تومسون عملها انه كان بيفكر كده، اللي هو الهواء اللي احنا حوالينا ده ليه ما بيوصلش تيار كهربي؟ فبدأ ان هو يفكر ازاي يخليه يوصل تيار كهربي، بانه جاب الغاز وعمل له حاجه اسمها تفريغ كهربي. تفريغ ايه؟ كهربي. واثناء عمليه التفريغ الكهربي دي، وهو انه بيقلل الضغط، بيقلل الايه؟ الضغط بيكون عندي قليل، وبيزود في فرق الجهد، وبناء على كده لقى ان فعلا لما قلل الضغط لحد درجه معينه وزود فرق الجهد لحد درجه معينه، فعلا الهواء وصل تيار كهربي. وقال لك لما وصل بقى قرر ان هو طب انا لما وصلت تيار كهربي بالشكل ده، طيب لو انا زودت فرق الجهد، ففضل يوصل فرق الجهد لحد لما وصل ل 10000 فولت. فرق الجهد لما وصل عنده ل 10000 فولت، انطلق سيل من الشحنات. انطلق سيل من الايه؟ من الشحنات الغير مرئيه اللي انت حضرتك ما تشوفهاش، من القطب السالب اللي هو القطب السالب. ما احنا بنعمل تفريغ كهربي بيبقى عباره عن قطب موجب وقطب سالب، فلقى ان من القطب السالب خارج عندي اشعه. قال لك الاشعه اللي خارجه عندي دي سماها باسم القطب اللي هي خارجه منه. مش القطب السالب ده اللي هو قطب المهبط او قطب الكاثود باللاتيني، فعشان كده سماها اشعه المهبط او اشعه الكاثود، لان هي خارجه منين؟ من القطب السالب او من الجزء السالب في عمليه التفريغ الكهربي، وسماها باسم اشعه المهبط. طب ايه هي خواص اشعه المهبط دي؟ قال لك اول حاجه هي تتكون من دقائق متناهيه الصغر، دقائق صغيره جدا، سميت بالالكترونات، سموها بالناس بعد كده بالالكترونات. قال لك شحنتها سالبه، الشحنه بتاعتها سالبه، وكتلتها ضئيله جدا، تكاد تكون مهمله، ممكن ما تحسبهاش. وقلت لك انا معلومه زياده ليك ان كتله الالكترون 1 على 1836 نيو، وده اصغر او وحده صغيره جدا، فعشان كده بقول ان انت ممكن انك تهمل الكتله بتاعتها. قال لك تسير في خطوط مستقيمه، تسير في خطوط مالها مستقيمه، ولكن سرعتها اقل من سرعه الضوء. يعني هي بالرغم ان هي بتسير في خطوط مستقيمه الا ان السرعه بتاعتها اقل من سرعه مين؟ من سرعه الضوء. قال لك ذات تاثير حراري، لما تعرضها على معدن او حاجه تلاقيها بتديك تاثير حراري. 5، قال لك لا تتغير بتغير نوع ماده المهبط او نوع الغاز. يعني مهما انت غيرت في الغاز او مهما غيرت في نوع ماده المهبط، يعني لو غيرت الاقطاب دي جبت مثلا اي ماده تانية وجبت اي غاز تاني، برضو عند نفس الظروف لما تعرضها لنفس الظروف هينتج عنك سيل من الشحنات السالبه اللي احنا بنسميه الكترون. وبناء على الكلام ده تومسون فرض نظريته وقال لك ان الذره عباره عن كره متجانسه مصمته كهربيه، عباره عن كوره مقفوله متجانسه كلها كهرباء او كلها كهرباء موجبه، مغروس او مطمور فيها شحنات سالبه، سماها الكترونات. وبناء على وصفه للعمليه دي كلها قال لك ان نموذج ذره تومسون هو النموذج اللي شبه الذره بالبطيخه. النموذج اللي شبه الذره بالايه؟ بالبطيخه. 6، العالم رازرفورد، عالم من اهم العلماء اللي جم واللي ساهموا فعلا في اكتشاف الذره على حقيقتها وطبيعتها. رازرفورد كان عنده 2 من تلامذته، كان واحد اسمه جايجر وواحد اسمه مارسن. جايجر ومارسن دول كان من التلاميذ الشاطرين عند رازرفورد. استنى عندك كده بس عايز اقولك على حاجه. جايجر ومارسدن زي ما هما كانوا تلامذة رازرفورد الشاطرين، انت كمان يا عزيزي تلميذ العلمانج الشاطر. قال لهم دلوقتي انا هديكم فكره تجربه مطلوب منكم تنفذها. بس كانت الفكره بتاعت مين؟ كانت بتاعت رازرفورد، بس مين اللي عملها؟ جايجر ومارسن. قال لهم انت هتجيبوا عنصر مشع وهتجيبوا ساق من الحديد او ساق من المعدن، وهتطلوا الساق من المعدن دي بكبريتيد الخرسين. وكبريتيد الخرسين هي ماده لما بتتعرض للاشعه بتعمل زي ومضات. فقال لهم عشان يسهل تعرف هل الشعاع نزل فعلا على العمود ولا لا، فمع كل ومضه حضرتك هتسجل انت وجايجر انت يا جايجر انت ومارسدن هتسجلوا الايه؟ القراءات بتاعتكم. وبعد ده كان اول جزء في التجربه. بعد كده قال لهم خلاص سجلتوا قراءاتكم اول مره، ابدا هات غلاله من الذهب وورقه من الذهب، حطها ما بين العنصر المشع وما بين ساق المعدن، عنصر المشع وما بين الساق الايه؟ المعدني. وقال له سجلوا النقط بتاعتكم. خليني في البدايه بس اقول لك ان العنصر المشع اللي كانوا بيستخدموه هو اشعه الفا اللي انت خدتها في اولى الترم الثاني. هي عناصر او هو اشعه الفا دي هي عنصر مشع موجب الشحنه، وده اللي انا محتاج ان انا اعرف العنصر اللي انا بستخدمه ده شحنته مالها. فكان شحنه اشعه الفا موجبه. فقال لك فاكتشفوا 3 مشاهدات بناء عليهم رازرفورد استنتج 3 استنتاجات. هنقول المشاهده وهنقول الاستنتاج اللي قصادها. المشاهده اللي جايجر ومارسدن شافوها قال لك ان نفذ عدد كبير جدا من الاشعه على استقامتها دون ان يعاني اي انحراف، ما انحرفش ولا اي جزء منها. لا، هو كان مثلا اول مره لما سجلوه نزل عند نقطه معينه، في المره الثانيه لما حطوا غلاله الذهب نزلت عند نفس النقطه. فقام رازرفورد قال لهم ده كده بقى يكذب مين؟ يكذب تومسون ودالتون اللي قالوا ان الذره مصمته. لا، ده كده الذره مفرغه، الذره ايه؟ فارغه، مفيش فيها يعني كلها فاضيه. قالوا لا بس استنى، ده احنا لقينا ارتداد عدد ضئيل جدا 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 من الاشعه.
فقال لهم طيب طالما لقيتوا عدد ضئيل جدا من الاشعه، يبقى معناتها في وسط الذره الكبيره المفرغه دي في عندي فيها جزء حجمه ضئيل جدا. ركز، الحجم ضئيل جدا، حجمه صغير ولكن كثافته عاليه قوي، خلت لما الاشعه خبطت فيه او صدمت فيه ارتدت تاني. فقال لك احنا هنسمي الحته دي اسم النواه. فاصبح دلوقتي الذره كلها مفرغه ما عدا ان فيها حته كده جزء مركزي كده في النص سميناه النواه. قال له مش بس ده اللي احنا شفناه، ده احنا كمان شفنا ايه؟ شفنا ان ارتد او انحرف عدد ضئيل جدا من الاشعه. اشعه كتيره هي عدت بس ما نزلتش في نفس الموضع الاول، لا نزلت تحته نزلت فوقه وهكذا. فقال لهم طيب حلو، الاشعه اللي انتوا كنتوا بتستخدموها كانت اشعه ايه؟ الفا، وكانت شحنتها مالها؟ موجبه. قال له يبقى شحنه النواه موجبه، فبيحدث ما بين شحنه النواه وشحنه اشعه الفا تنافر، هيزقوا بعض، هيتنافروا مع بعض، فده اللي خلى الاشعه ما تسقطش في نفس موضوعها الاول. وعشان كده بعد بقى الملاحظات دي كلها رمى رذرفورد الذره بنموذج المجموعه الشمسيه. وكان تسميه خاطئه، مش مصحه قوي، لانه ظلم فيها حجم الذره بحجم الشمس. حجم الذره حجم ضئيل جدا زي ما احنا شايفينه، مثلا ما يعني يكاد يكون ما بنقدرش ان احنا نشوفه، ولكن حجم الشمس هي كبيره جدا لدرجه ان احنا فعلا ما بنقدرش نشوفها، ما تبقى انت شايف غير جزء منها بس اللي ظاهر لك، ولكن هي في الحقيقه كحجم كبيره جدا. وكان ده تشبيهه ليها، انه شبه ان الذره بنظام المجموعه الشمسيه، اعتبار ان الذره او ان الذره بتاعتك هي الشمس، او ان النواه قصدي بتاعتك هي الشمس، وان الالكترونات اللي تدور حوالين النواه هي دي الكواكب اللي بتدور حوالين حوالين الشمس. وده كان تشبيه خاطئ جدا، ما ينفعش ان هو يشبهه بيه مقارنه بالحجم وليس بالمدلول يعني. بعد كده بدا ان هو بقى يتكلم، قال لك ان انت عندك حاجه اسمها نواه، وان هي موجبه الشحنه، وان هي عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات اللي موجوده في الذره، فعشان كده الذره بتلاقيها متعادله، وان انت عندك الكترونات، وان الالكترونات شحنتها سالبه. ولكن للاسف الحلو ما بيكملش، بالرغم من انه هو اصح واحد اتكلم عن الذره، الا انه ما قدرش انه يفسر ازاي الالكترونات بتدور حوالين النواه. ومش بس كده، ده كمان قدر انه كمان بعد كده بقى ضاف لك ان انت بقى ان الالكترونات ما بتقعش داخل النواه لسببين، لان هي بتكون تحت تاثير قوتين، قوه جذب وقوه طرد. قوه الجذب وقوه الطرد دول اللي مخلين ان الالكترونات بالرغم من دورانهم وشحنتهم المخالفه اللي بيعمل المفروض تجاذب مع النواه، الا ان هم ما بيقعوش فيها او ما بيصطدموش بيها بسبب القوتين دول. وزي ما قلت لك دي كانت لحد هنا كانت فروض نظريه رذرفورد. نتكلم بقى دلوقتي عن طيف الانبعاث. طيف الانبعاث ده كان ظاهره بتحصل للغازات والابخره، ان هم لما كانوا بيعرضوا للغاز او البخار لدرجه حراره عاليه جدا وفرق ضغط جو او ضغط منخفض، فكان بيخرج من الغازات او الابخره دي طيف. لما كان بيخرج كانوا بيسموه طيف الانبعاث عشان هو منبعث منها، فكانوا بيسموه طيف الانبعاث. لما جم يحللوا الطيف ده باستخدام مطياف، المطياف ده هو اداه زي ما احنا عارفين بتحلل الضوء، لما جم يحللوها باستخدام مطياف لقوا ان هو بيتحلل معطيا عده خطوط ملونه، بيخرج منه عده خطوط كده ملونه. الخطوط الملونه دي في ما بينها وبين بعضها مسافات معتمه، فصل ما بين كل خط والتاني، فسموه باسم تاني طيف الانبعاث الخطي او الطيف الخطي. فاصبح دلوقتي انا عندي اسمين لنفس الشيء، طيف الانبعاث او الطيف الخطي او طيف الانبعاث الخطي. بناء على الكلام النظريه واللي حصل ده كله، بداوا ان هم يقولوا او يدرسوا الطيف الخطي. فقال لك ان خلي بالك ان الطيف الخطي ده خاصيه مميزه للعنصر، خاصيه مميزه للعنصر. مستحيل انك تلاقي اكتر من عنصر ليه نفس الطيف الخطي، لا كل عنصر ليه الطيف الخطي اللي بيميزه بسبب اختلاف الطول الموجي بتاعه وبسبب اختلاف التردد. جينا بقى بعد كده بور قرر انه من خلال الاستنتاجات دي كلها ان هو يحط الفروض بتاعته وتوقعاته الذره بتتكون من ايه وهكذا. فخد اول 3 فروض رذرفورد قالهم، ان الذره مفرغه، وان هي بتتكون من نواه موجبه الشحنه وهكذا. وبدا انه يحط الفروض بتاعته هو بقى. قال لك ان انت عندك الالكترونات بتدور في مستويات سماها باسم مستويات الطاقه، وقال لك ان المسافه ما بين كل مستوى والتاني بسميها باسم المسافات المحرمه او المسافات المحرمه، ان هي اماكن ما بينفعش ان يتواجد فيها الكترونات. وقال لك ان كل مستوى طاقه رئيسي بعبر عنه بعدد اسمه عدد الكم الرئيسي. طبعا احنا هنشوف الكلام ده بعد كده وهنعرف تفاصيله. وقال لك خلي بالك ان كلما ابتعدنا عن النواه طاقه المستوى بتزيد. يبقى انا دلوقتي اعلى طاقه مستوى هو المستوى الابعد عن النواه، هو اللي طاقته عاليه، هو اللي طاقته كبيره. فاصبح لو انا الكترون في مستوى طاقه قليل واكتسبت كم من الطاقه، هروح فين؟ هروح لمستوى الطاقه العالي المناسب ليا انا كالكترون في الطاقه. وقال لك خلي بالك ان الالكترون في العادي بيدور في حاله استقرار، بيدور حوالين الذره في مكانه عادي جدا، الا اذا اكتسب او فقد كما من من الطاقه. ساعتها بينتقل من المستوى
اللي هو فيه للمستوى الاعلى في الطاقه اللي يتناسب مع الطاقه بتاعته، وبناء على الكلام ده بتصبح الذره في الوقت ده مثاره، بتصبح الذره في الوقت ده مالها مثاره. وبعد لما بتصبح مثاره سرعان ما تبدا ان الذره دي بقى تحاول انها توصل لحاله الاستقرار بتاعتها، فتفقد الالكترون اللي هو محوله لها لحاله الاثاره، او تفقد الطاقه عامه بمعنى اصح، ويرجع الالكترون للمستوى الطبيعي. وخدنا على الفكره دي حاله، قال لك لو احنا المستوى الطاقه بتاعك ده، لو انت انتقلت من اي مستوى عالي اعلى من المستوى الثاني ونزلت للمستوى الثاني، فانت اذا هيطلق عندك طيف مرئي. يبقى انا لو في مستوى عالي ونزلت للمستوى الرئيسي الثاني يبقى انا هينتج طيف مرئي. طب لو انا في الثالث، لو انا في الرابع ونزلت الثالث غير مرئي، لو انا في الخامس ونزلت الرابع غير مرئي، لو انا في الخامس ونزلت الاول غير مرئي. ينطلق الطيف المرئي امتى؟ عند ايه؟ عند المستوى الرئيسي الثاني فقط. من نجاحات بقى نموذج بور ان هو قدر انه يدخل فكره الكم، فكره الكوانتم او كم او مبدا الطاقه المكتسبه. وخلي بالك ان الكم لا يتجزأ، يعني مفيش حاجه اسمها كم مثلا ربع كم، نص كم، 3 كم، 4 كم، مفيش حاجه اسمها كده. الكم كميه لا تتجزأ. ومن نجاحاته برضو انه ايه، مش بس انه ادخل فكره الكم او الكوانتم، لا ده انه كمان قدر انه يفسر الطيف الخطي لذره الهيدروجين تفسيرا صحيحا. قدر انه يفسر يقول لك الهيدروجين ده كذا والهيدروجين ده كذا. بس الحلو ما يكملش زي ما بيقولوا. لبور كان الموضوع عيوب. العيوب بتاعت بور دي عيوب ما كانتش ينفع انها تعدي، ولذلك جات النظريه الحديثه اللي هتصحح الثلاث اخطاء اللي بور وقع فيهم. اول خطأ معايا هو ان بور اهمل الخواص الموجيه للالكترون، وقال لك ان هو بس جسيم مادي. فعشان كده ظهر دي براولي وقال لك ان مبدأ الطبيعه المزدوجه، قال لك ان الالكترون مش بس جسيم مادي، لا ده جسيم مادي له خواص موجيه، جسيم مادي له خواص مالها موجيه. 2 ظهر عندي مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج، واللي كان بيصلح غلطة بور لما قال ان يمكن تحديد مكان وسرعة الالكترون معا وبدقة، لانه كان فاكر ان الذرة 2 دي 2 دايمنشن، اتجاهين يعني عرض وطول وعرض. ولكن في الحقيقة الذرة اكتشفنا بعد كده ان هي 3 دي 3 دايمنشن، طول وعرض وارتفاع. وهنشوف الكلام ده دلوقتي لما نيجي نمثلها في مستويات الفرعية. ثالث حاجة وثالث عيب كان موجود عندي ان هو ما قدرش انه يفسر تفسيرات كتيره للطيف الهيدروجين، هو قدر انه يفسر الهيدروجين بس. وبناء عليه ظهرت بعد كده عندي المعادله الموجيه او النظريه الميكانيكيه لشرودنجر، واللي كانت قامت على 4 علماء، دي براولي وهايزنبرج واينشتاين وبلانك، واللي هم كانوا مشاركين في صناعه او تاسيس المعادله دي. وبكده يا سيدي اكون خلصت لك كده الجزء او النص الاولاني من الباب الاولاني في شكل لذيذ وكده، في شكل ستوري. اتمنى تكون القصه دي عجبتك، واسيبك بقى عشان تاخد ريستك كده يا باشا، ونروح مع بعض على الجزء التاني من الحصه.